ورتل القرآن ترتيلا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، الحديث عن القرآن حديث ذو شجون، ونبينا صلى الله عليه وسلم رغب في حث على حفظ القرآن وصاحب القرآن وحامل القرآن وتالي القرآن وقارئ القرآن والمصلي به آناء الليل وأطراف النهار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وأعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف ب10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. كما نذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حسابات شبكة التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن تفسير سورة الزلزلة، ثم تبعها تفسير سورة العاديات، ونحن في هذه الحلقة المباركة سنتحدث عن تفسير سورة القارعة. وبالمناسبة بأن جزء عامة أغلب سوره سور مكية، والسور المكية تمتاز بغرس وترسيخ معاني الإيمان بالله واليوم الآخر، وزجر القلوب وتهذيبها وتهذيب الأرواح والنفوس من الأدواء التي قد تصيب بها، ومن علل القلوب التي تصاب بها القلوب من القسوة والغفلة إلى غير ذلك من أدواء القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وها نحن اليوم في سورة عظيمة، سورة القارعة. قال ربنا عز وجل: القارعة. ما القارعة؟ القارعة هي اسم أو صفة لذلك اليوم العظيم. القارعة من القرع الذي يقرع قلوب الناس ويفزعهم بذلك اليوم وذلك العرض على الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وهو يوم القيامة، يوم الدين، يوم الفصل، يوم الآخر. قال ربنا سبحانه وتعالى: القارعة. ابتدأ بالقارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ استفهام. وما أدراك في ذلك اليوم؟ وما هي أهواله؟ وما هي أخباره؟ وما هي صفاته؟ وما هي أحوال الناس في ذلك اليوم، في يوم العرض عليه سبحانه وتعالى، ويوم الطامة الكبرى، ويوم الصاخة، ويوم القارعة، ويوم الزلزلة. كل ذلك من صفات ذلك اليوم العظيم، وهو آخر يوم في الدنيا، وهو يوم القيامة. قال ربنا: ثم بعد ذلك يقول عز وجل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يصف الله عز وجل حال أهل الدنيا في ذلك اليوم. يوم يكون الناس كالفراش. الفراش وهي الحشرات الطائرة. كالفراش المبثوث أي كالفراش المنتشر. أرأيتم الفراش حينما يرى النور؟ كل الفراشات تهب إلى ذلك النور ولا تدري أين تذهب من هول ذلك النور. هذا مثال بسيط في الدنيا.
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي كأنهم مفزعين سبحان من هول ذلك اليوم منتشرين. والله عز وجل كذلك وصفهم في سورة القمر كأنهم جراد منتشر يوم القيامة، يوم يبعث الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، كالفراش المبثوث. وما حال الجبال؟ يقول ربنا عز وجل وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي هذه الجبال بعظمتها من أعظم مخلوقات الله عز وجل هي الجبال التي جعلها الله سبحانه وتعالى أوتادا لهذه الأرض العظيمة ولهذا الكوكب. جعل الله الجبال أوتادا وجعلها رواسي شامخات، هذه هي الجبال الذي إذا رآها الإنسان أو اعتلاها قال سبحان الله، قال سبحان الله. فما هي حال تلك الجبال في ذلك اليوم؟ قال ربنا يوم وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف البالي المنتشر والمتقطع إلى أجزاء صغيرة. الصوف، أرأيتم الصوف؟ لو أخذت ذلك الصوف ثم فعلت به هكذا نشرته، هل يبقى في يدك شيء؟ لا يبقى شيء، لا يسمى خلاص صوفا خلاص. هذا هو حال الجبال في ذلك اليوم، تصبح الجبال سرابا، سراب في السماء، ليس لها وجود، كأن لم يكن لها وجود في الأرض. في ذلك اليوم الجبال تصبح سرابا وسحاب، وتصبح كذلك كالصوف منتشرة. سبحان الله، هذه هي الجبال وترى الجبال، الله عز وجل وصفها في سورة أخرى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحان الله، إذا رأى الإنسان ذكر الجبال قال سبحان الله. هذا في الدنيا، كيف في الآخرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه الجبال هذه المخلوقات، وهي الجبال التي خلقها الله عز وجل لدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وتكريما لبني آدم في معاشهم في هذه الأرض، يجعله الله هباء منثورا كأن لم تكن شيء، كأنها سحاب، كأنها سراب، كأنها كأنها عهن وصوف منفوش. وهذه دلالة لبني آدم بألا يغتر بعمله ولا يغتر بنفسه، لأن الله جعل من أعظم مخلوقاته وهي الجبال جعلها سرابا في ذلك اليوم، نسأل السلامة والعافية. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك يصف الخلائق في ذلك اليوم فريقان بدلالات كتابه سبحانه وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين سعدوا وأما الذين شقوا، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. المؤمنون والكافرين، هذا هو تصنيف أحوال الناس في ذلك اليوم. والله عز وجل وصف حال الخلائق في ذلك اليوم وصفا دقيقا في كتابه سبحانه وتعالى. كذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي الفريق الآخر كتابه بشماله أو وراء ظهره. هما فريقان لا ثالث لهما، هما فسطاطان لا ثالث لهما، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وهنا ربنا يصف الفريقان. قال ربنا سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
من هؤلاء الذين ثقلت موازينهم؟ هم المؤمنون الصادقون، المؤمنون المخبتون لربهم سبحانه وتعالى. ثقلت موازينهم، موازينهم أي أعمالهم، أي أعمالهم. قال ربنا فهو في عيشة راضية. وهنا دلالة بأن الإنسان، لم يقل الله عز وجل فأما من ثقلت بالجمع أي المؤمنون، فأما من ثقلت موازينهم فهم في عيشة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أفرد ثقل الأعمال في الميزان بالإفراد، للدلالة على أن كل إنسان يحاسب على نفسه. قال ربنا سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه، أوتي فرد بيمينه فيقول. وهنا قال ربنا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي ثقلت ورجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة أي في الآخرة في عيشة راضية. وقال ربنا في سورة أخرى وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الموازين عند الله سبحانه وتعالى. ومتى ينصب الإنسان ميزانه؟ قال بعض المفسرين منهم الإمام القرطبي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لأحكام تفسير القرآن، قال وأما الميزان فينصب بعد العرض عليه سبحانه وتعالى، لأن عرض الميزان دلالة على أن هناك جزاء، فالإنسان يحاسب أي يعرض على ربه سبحانه وتعالى ويرى ذنوبه ويرى سيئاته ويقره الله عز وجل بما فعل في هذه الدنيا ويشهد الله عليه، ومن ثم تعرض حسناته وسيئاته في الميزان، فإذا ثقلت فكان له جزاء أن يكون في عيشة راضية. والعيشة الرضية هي من رضاه سبحانه وتعالى. الرضي ربنا عز وجل إذا رضي عنك فقد رضي عنك كل شيء، وإذا سخط عليك فقد خبت وخسرت وفقدت كل شيء. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. قال ربنا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وسنذكر ما هي الأعمال التي تثقل موازينك يوم القيامة، ما هي الأعمال التي تثقل الموازين وتجعل كفة ميزانك. الميزان له لسانان، فإن ثقلت موازينك حسناتك ثقلت على سيئاتك كنت في عيشة رضية. وسنذكر بعض الأعمال التي وردت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتي تثقل ميزان العبد يوم القيامة. قال من أبرز الأعمال من أولها وهو التهليل، ويقصد بالتهليل بقول أحدنا لا إله إلا الله، وهي أثقل شيء في الميزان. والدليل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول العبد لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى، فيقول ربنا بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول ربنا سبحانه وتعالى أحضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة؟ فيقول العبد لربنا
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ العبد يتعجب يقول: ما هذه البطاقة التي مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ ما هذه البطاقة؟ حجم هذه البطاقة أمام سجلات من أعماله التي كان يعملها في الدنيا، ويرى بأن فيها من الويلات وفيها من السيئات ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: مع هذه السجلات، فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع هذه السجلات في كفة، والبطاقة المكتوب عليها في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من أثقل ما يثقل به العبد يوم القيامة. كرروها آناء الليل وأطراف النهار. ومن الأعمال الأخرى التي تثقل ميزان العبد وهي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. التسبيح قول أحدنا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يثقل ميزانك يوم القيامة. والدليل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. كذلك من الأثر عن جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي رأيتك أو فارقتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه الإمام مسلم. ومن الأعمال كذلك المحافظة على الأذكار دبر كل صلاة مفروضة. الإنسان أن يحافظ من الأعمال التي تثقل الميزان، أي ميزانك أيها العبد يوم القيامة، أن تحافظ على الأذكار الواردة عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة مفروضة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير، ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من الأعمال كذلك التي تثقل الميزان، العمل الرابع: الصبر والاحتساب على فقدان الولد الصالح. الصبر والاحتساب على فقدان الولد الصالح، لحديث زيد عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ 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 5 ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه. وقال: بخ بخ ل5 من لقي الله مستيقنا بها، أي تلك الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حديثه وقوله. وقال: بخ بخ ل5 من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة،
يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمة الله عليه. كذلك من الأعمال التي تثقل موازين العبد يوم القيامة مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، ونعني بها حسن الأخلاق وأفضلها. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود الصحابي الألباني. وعن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وأخيرا من الأعمال التي تثقل موازين العبد يوم القيامة اتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها. عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد، أي من جبل أحد. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأخيرا من الأعمال التي تخسف بميزان العبد يوم القيامة الأعمال إذا عملها العبد فسلام على ميزانه وسلام على عمله في ذلك اليوم. من أهم تلك الأعمال ظلم العباد، ظلم العباد، والظلم بالقول وبالعمل، وهو أعم ظلم العباد. وتعلمون حديث المفلس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: من المفلس؟ أو ما تعدون المفلس فيكم؟ فقال: نعد المفلس الذي ليس له مال ولا متاع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يعمل أعمالا فيشتم هذا ويسب هذا ويظلم هذا، فيؤتى به يوم القيامة فيؤخذ من حسناته وتوهب لمن ظلمهم، وأما المظلومين فتؤخذ من سيئاتهم وتطرح على ذلك العبد الذي كان يسب هذا ويشتم هذا، وتطرح عليه فيطرح به في نار جهنم. كذلك من الأعمال الرياء، الأعمال التي تخسر ميزانك يوم القيامة الرياء. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك أو الرياء. فيقول الله عز وجل ينادي هؤلاء الذين كانوا يعملون في الدنيا رياء، فيقول لهم: اذهبوا إلى أسيادكم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ والحديث صحيح. كذلك من الأعمال التي تخسف بميزان العبد يوم القيامة انتهاك محارم الله في الخلوات، ذنوب المعاصي، ذنوب الخلوات والمعاصي التي تنتهك والمحرمات. الدليل حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي بعدكم أناس يعملون بمثل ما تعملون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون أعمالهم إلى أعمالكم وصلاتهم إلى صلاتكم، ويقومون من الليل ما تقومون وأكثر. فيؤتى بهم يوم القيامة ولهم جبال مثل جبال تهامة فتكون هباء منثورا. فيقول ثوبان للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم. فقال: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والمقصود بانتهكوها أي وقعوا فيها. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم نسألك حسن الظن بك والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل.
ورتل القرآن ترتيلا. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشاراً في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. ورتل القرآن ترتيلا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن أحكام التجويد، وكنا قد وصلنا إلى حكم همزة الوصل، واليوم سنناقش بإذن عز وجل همزة القطع. وهمزة القطع هي همزة تكون على الألف في بداية الكلام وفي وسطه وفي آخره، والهمزة تدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء وتدخل على الحروف، وسنذكر دخولها على الأفعال في أي الأفعال، ودخولها على الأسماء، ودخولها على الأحرف. فأما الأفعال فهي تدخل على الفعل المضارع المسند إلى المتكلم، مثل أكتب، أتعلم، أنطلق، أشارك، أستغفر. هذه الأفعال الرباعية المصدر. وكذلك تدخل على الفعل الماضي والأمر الرباعي والمصاغ على وزن أفعل، مثل أكرم، وأحسن، وأخبر، وأنبأ، وأعلن، وأشار، وأكرم، وأحسن، وأخبر، وأنبئ، وأعلن، وأشر. هذه الهمزة التي تدخل على الفعل المضارع المسند إلى المتكلم، وتدخل على الفعل الماضي والأمر الرباعي المصدر، والذي يكون على وزن أفعل أو أفعل. وأما الأسماء فهي تدخل على الفعل أو على المصدر الرباعي المبدوء بهمزة القطع، مثل إكرام، ومثل إحسان، وإخبار، وإعلام، وإشهار.
وجميع الأسماء المبدوءة بهمزة ما عدا مصادر الخماسي والسداسي من الأسماء، والأسماء العشرة المذكورة سابقا في همزة الوصل، وهي أنا وأنت وأحمد وإبراهيم وهكذا. وأما في الحروف همزة القطع في الحروف فتدخل في جميع الحروف ما عدا ال التعريف، ما عدا حرف ال التعريف فهي لا تدخل فيه. وسنأخذ أحكام وأمثلة على همزة القطع أثناء قراءتنا لسورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن
وأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه كانت تلاوتنا لسورة الطلاق، وسنأخذ بعض أحكام التجويد فيها. قوله سبحانه وتعالى يا أيها هنا همزة القطع كما قلنا. وقوله سبحانه، وهمزة القطع بالمناسبة في كتاب الله عز وجل تجد همزة القطع ألف فوقها همزة، وإذا رأيت ألفا وعليها حرف الصاد أو رأس الصاد صغيرة فهي همزة وصل. قوله يا أيها هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى إذا هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى وأحصوا العدة ولا نقول وحصوا، وأحصوا العدة هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى ننظر في قوله واتقوا الله ولا نقول واتقوا الله، نقول واتقوا الله. لو تلاحظون صاد موجودة في رأس حرف الألف في كلمة واتقوا، معناها أن صاد وصل أو همزة وصل، نقول واتقوا. قوله سبحانه وتعالى في سورة في هذه الآيات المباركة، قوله سبحانه وتعالى أمرا أن يحدث بعد ذلك أمرا، هذه همزة قطع على كلمة أمرا. وقوله سبحانه وتعالى أجلهن هذه همزة قطع. وقوله فأمسكوهن همزة قطع. وقوله أوفى هذه همزة قطع. وقوله وأشهدوا هذه همزة قطع. وقوله عز وجل وأقيموا هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى الآخر هذه همزة قطع. وقوله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى إن ارتبتم هذه همزة وصل. لو لاحظنا في كلمة إن ارتبتم سنجد ألف عليها همزة وصل، وهي مثل رأس الصاد أو مثل حرف الصاد صغيرة، هذه همزة وصل. وقوله عز وجل وأولات همزة قطع. وقوله الأحمال هذه همزة قطع. وقوله أجلهن هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى أمر الله هذه همزة قطع. وقوله أنزله إليكم هذه كلها كلتيهما همزة قطع. وقوله ويعظم له أجرا هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى أسكنوهن هذه همزة قطع في بداية الكلمة. وقوله سبحانه وتعالى وإن كنا أولاتي كما قلنا سابقا هذه همزة قطع. وقوله عز وجل فأنفقوا ولا نقول فأنفقوا هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى فإن أرضعن هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى أجورهن هذه همزة قطع. وقوله وأتمروا هذه همزة قطع في بداية الكلمة. وقوله سبحانه وتعالى أخرى هذه كذلك همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى وكأي هذه همزة قطع. وقوله عتت عن أمري هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى وبال أمرها أمرها هذه همزة قطع. وقوله أعد الله هذه همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى يا أولي الألباب هذه همزة قطع. وكذلك الألباب همزة قطع
وقوله أنزل الله، هذه همزة قطع على كلمة أو على فعل أنزل. وكذلك إليكم همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى آمنوا همزة قطع. وقوله سبحانه وتعالى كذلك الأنهار، هذه همزة قطع على كلمة الأنهار. وكذلك أبدا، هذه همزة قطع كذلك. قد على فعل أحسن، هذه كذلك همزة قطع. وكذلك ومن الأرض، هذه همزة قطع. وكذلك الأمر، فعل أو اسم الأمر، كذلك هذه همزة قطع. وأخيرا قد أحاط على فعل أحاط، هذه همزة قطع. هذا ما كان متصلا بحكم همزة القطع. وبذلك انتهينا في الحلقة الماضية عن همزة الوصل وحالاتها ودخولها على الأسماء والأفعال والحروف. واليوم قد أتممنا همزة قطع ودخولها على الأفعال والأسماء والحروف. وبإذن الله عز وجل سنناقش في الحلقة القادمة بعض الحالات التي يدخل فيها همزة الوصل وهمزة القطع ويتقاطعان فيها بإذن الله عز وجل، مع ضرب الأمثلة من كتاب الله عز وجل. والتدريب والتجويد هو تدريب ومراس كما قال صاحب النظم، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ لفكه. بذلك نكون قد أتممنا حديثنا في هذه الحلقة المباركة. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولتعتكفوا ولتثنوا الركب، على قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جعلنا الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى حلقة قادمة أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.